صباح الخير. إذا استعرضنا كل التطورات الحاصلة في العالم وفي منطقتنا، وتناولنا هذه الحملة الكبيرة على إيران وعلى قوى المقاومة في المنطقة، وكذلك هذا المنسوب العالي جدا من التشويه والضغط الإعلامي تجاه إيران وتهديدها بالمباشر ووضع الخطط والبرامج الإعلامية التي تتحدث عن كيفية ضربها وطريقة إسقاطها من قبل هذا العدو الأمريكي والإسرائيلي. نرى أن إيران، وبعيدا كل البعد هون عن الاستفافات، فلنقارب الأمور بموضوعية، نرى أن إيران هي الحصن الأخير في معركة الحق والإنسانية في هذا العالم، وهي الضوء الأخير المتبقي في نفق الظلم والاستبداد والتسلط والهيمنة والسيطرة والاستكبار من قبل هذه الأحادية الشيطانية في ظلمة وظلمات هذا العالم، وهي للأسف الإدارة الأمريكية. ونشهد اليوم على كل هذه التحركات والمظاهرات التي ملأت الشوارع في المدن الأمريكية استنكارا لسياسات ترامب الخارجية ومشاريع هيمنته وتسلطه على الدول وعلى مقدرات الدول، ويفصح ولا يتوانى بالإفصاح عن أهدافه وعن غطرسته وعن استكباره. فهنا موضوع البحث هو ماذا بعد إيران إذا سقط هذا الحصن؟ فبرأيي لن يبقى هناك حدود في المنطقة، وكذلك لن تبقى دول، وستتغير أعلام كثيرة بعد تقسيم الجغرافيا. فبرأيي أيضا، وأعتقد جازما بأن الخليج العربي هو الهدف اليوم، وكل تلك المشاريع تتهدد وحدة الخليج العربي وخيرات الخليج العربي ومستقبل أبناء الخليج العربي. فلم تشكل يوما إيران تهديدا لدول الخليج، ولم تشكل يوما تهديدا لأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره، لا بل العكس. سعت إيران من خلال مطالعاتنا إلى الدعوة إلى الوحدة بين دول الخليج مع إيران لمواجهة كل تلك التحديات والمخاطر، استشعارا بطبيعة هذه المشاريع الآتية على مصالح الخليج ودول الخليج، وبالتالي تهدد مصالح عفوا إيران ووجودها. فشيطنة إيران أو مشروع شيطنة إيران ومشروعها النووي السلمي وتقدمها وازدهارها وتصاعد قوتها العسكرية والصاروخية، وشهدنا تجربة في المواجهة بين الأمريكي والإسرائيلي من جهة والإيراني من جهة أخرى، وكيف تمكنت إيران من تثبيت حجمها ومعادلات القوة لديها، مما شكلت تهديدا مباشرا على أمن العدو الإسرائيلي بعد تلقيه كل هذه الضربات، ولو أن الإعلام الإسرائيلي والغربي لم يسلط الضوء ولم يفسح في المجال لنقل الصورة الحقيقية من الداخل الإسرائيلي نتيجة لضربات الترسانة الصاروخية الإيرانية لها. فهنا في حال سقط هذا الحصن، وأنا أسميه الحصن، نعم، لمعرفتنا فيما يجري واستخلاصنا لمخاطر هذه
المشاريع التي تتهدد منطقتنا بالكامل. فإيران هي دولة إسلامية، وليس مسموحا من قبل الصهيونية أن يكون هناك دولة إسلامية لديها قدرات على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي، وكذلك تتمتع بثروات كبيرة توظفها في خدمة مجتمعاتها. فإذا انهار هذا الحصن لا سمح الله، ستنهار الدول والمجتمعات حوله، كما ستنهار القيم الأخلاقية والإنسانية في إدارة هذا العالم، وينهار معها هذا الضمير الذي لازال يقاوم هذا الغزو المتفلت من كل المفاهيم والنظم والقوانين التي نشأ واستمر عليها النظام العالمي السابق طيلة 80 عام. فترامب يسعى علانية ولم يتوانى يوما بالإفصاح عن مشروعه وخطته في تغيير النظام العالمي إلى نظام عالمي أحادي يخدم مصالح الأمريكا والصهاينة في العالم، وبالتالي يضع أمريكا في مواجهة كل دول العالم. وهذا ينذر بأن الظلام سيعم في العالم، وهو ظلام يهدد وجود البشرية ومصيرها ومستقبل الأجيال على هذه الأرض، فتتغير معه كل أنماط الحياة وكل الدول وكل الأنظمة، ليصبح الشر محركها وشريعة الغاب هي القانون الأوحد.